قبل فتح الحدود مثلا النسوة كانوا عندنا يلبسوا الكساء الحايك. بعد فتح الحدود بدات الجلابة المغربية هي اللي تتطغى، ودخلت الجلابة المغربية واصبحوا النسوة يتخلوا عن الكساء ويتخلوا عن الحايك، وهذا كلام ما يقدر حتى واحد يكذبني فيه ولا يقول لي راك تنشر مغالطات ولا راك تكذب. هذه هي الحقيقة. الامر ماهوش متوقف فقط عند الجلابة، حتى القفطان مثلا في وهران، مثلا في الغرب والغرب الجزائري في الاعراس ما كانوش يلبسوا القفطان هذا المغربي قبل فتح الحدود بشكل كبير. كانت قله اللي كانت تلبس، ولكن بعد فتح الحدود بدا القفطان المغربي يدخل الجزائر، وبدا واللي راهم اليوم يسوقوا يقول لك لا هذا القفطان نتاعنا، لا هذا الكفطون ماروكان. على حبهم في الجلابه. زعما حنا بكري كانوا يديروا الناس الحايك، بكري الحايك ملي حنت لافونتيير المغرب وكل شيء بقاو الجلابه راه حنا في الجلابه. انت لابسك حاجه مش بتاعتك تلبسها ليه؟ انا نبيعوا جلابه من 86 من نهار اللي حلت المغرب رانا نخدم معاهم. حنا تشكل بلي حنا هذه الجلابه هذه تقريبا مغربيه، وحنا رانا في الغرب وتجينا نقولوا جبب، حنا نقولوا جلابه اخي ليش